السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة جوجل تاروت. هنقول النهاردة طاقة برج الميزان بتاريخ 28 يوليو. يلا بينا كده يا برج الميزان نشوف الطاقة الأسبوعية بتاعتكم إيه. يا رب كل الخير والخيرات ليكم. يلا بينا كده نسحب أول 5 كروت طاقة، الطاقة السابقة بتاعتكم. محتار في أسلوب حد. ده إيه الحب الجامد ده؟ إيه ده يا كوز؟ إيه يا كوز؟ طيب بصي يا ميزان، أنا شايفة إن أنت هنا يعني في علاقة قوية جدا موجودة، بس فيها حاسة إن أنت مش عاجبك حاجة، في حاجة في علاقة قدامي محيراك. حد بيديك مشاعر بس شوية فيها جراءة، او انت حاسس ان هو جراءته انت خايف منها، او انت قلقان من طريقته تفاصيله مؤخرا. في حاجة تخص علاقة عاطفية قلب كيانك هنا يا ميزان، حاجة لا عارف تتكلم فيها ولا عارف تبوح فيها ولا عارف توضح لحد حاجة كده، بس انت معاك عاطفة مش راسية، علاقة محيراك بس فيها حب. فيها حب منك ومنه انتوا الاتنين، بس تفاصيله شوية الشخص ده. اوقات انت بتقلق على فكرة، اوقات انت بتقلق منه، او تقلباته المزاجية بتخوفك حاجة كده. ايه تاني؟ بتغير مساراتك انت، شايفاك هنا مستقبل القادم كده او الفترة دي بتغيير صريح. ازاي؟ شايفاك اكتر جراءة، شايفاك ما عمتش مركز على حاجة الا نفسك، بقيت بتواجه. ممكن عايز استقرار وخروج من منطقة ضلمة، واخد انت يعني انت هنا بتقول لي انا عملت كل اللي عليا واتوجعت، فانا بغير مساري بقى وبغير اتجاهاتي كده، وهبص لنفسي شويه عشان انا تعبت من التنازلات. عايز تغيير حصر من اللي قدامي واستقرار، ويبطل الحيره اللي هو مخليني فيها دي، وعايز ان انا خطوات الفتره اللي جايه تكون ليها اساسيات على ارض الواقع. في ايه؟ وكمان شايفاك بتتلاشى اراء، يعني انت في ممكن يكون بيقترح عليك اراء من ناس مش بتاخد الموضوع على قلبك شويه، يعني انت مش واخد الموضوع كده ايه، ماشي ماشي اتكلموا ماشي، انا بسمع اهو، لكن انت مش مركز. انت هتسمع اللي دماغك هتقول لك عليه. انا عندك عاليه الفتره دي، او ممكن تكون يعني انا محتاج ان انا اشوف نفسي عايز ايه الاول قبل ما الاخرين يكونوا عايزين ايه. ممكن ده اتجاهك شويه. تعال نكمل. تواصل بضغط، في ضغط هنا عندك في تواصل بحب من شخص غريب الطاقة، غريب الطاقة. حد لا بعده مريحك ولا قربه مريحك، حد بيبص عليك طول الوقت بتلهف، وحابب ان يكون في ما بينكم دايما طاقة جديدة، مشاعر جديدة، حابب جدا الجد بتاعك وحابب الهزار، بيعترض وبيعمل دايما زوم على تصرفاتك. انت كمان بتعمل زوم على تصرفاته. علاقة شكلها طول الوقت من كتر خوفكم انت خايف انه يسيبك، وهو خايف ان انت تبعد، يعني انت خايف هو يمشي، وهو يعني انتوا فاهمين، يعني انا مش عارفه يعني مش عارفه اجمعها. يعني ايه؟ انت خايف هو يمشي وهو خايف ان انت اللي تبعد، حاجه كده. الكارت ده هنا بيقول لي اوقات بيحس ان هزارك جد وجدك هزار، او انت اللي بتحس ده منه. في حاجه هنا كده. وكمان شايفه مراقبه قويه جدا 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 منك ومنه، انتوا اتنين على السوشيال ميديا، او ممكن في الحياه العاديه بتراقبوا بعض على الكاميرات، في شغل،
بتراقبوا بعض في جروب، بتراقبوا بعض مين اونلاين لامتى او مين بيعمل ايه لفين. ممكن المراقبه مين بينزل منشورات مين لا، مين بتراقبوا بعض الستوري. ما اعرفش بالظبط في ايه، بس في طاقه مراقبه هنا، اللي هو ايه، انا عايز اعرف الجزئيه دي بالظبط. او ممكن تكونوا بتراقبوا مثلا اضافات الفولو عند كل واحد. ما اعرفش في حاجه من القبيل ده موجود هنا. في حد او انت يا ميزان شاكك فيه، عايزه يثبت لك على ارض الواقع او يمحي لك الشك. هو بيحبك وانت بتحبه، لكن في حاجه من الشك في علاقتك. يا اما هو دايما مخليك شاكك فيه، يا انت اللي مش عارف تشيل حاجه من جواك بخصوص حاجه تمت قبل كده، فمخلياك قدامي مش عارف تثق، ممكن لا في كلامه ولا في تصرفاته. لان انا شايفه الحواجز اللي موجوده مش ممسوكه بالايد، اللي هي احاسيس، فاهمين؟ اللي هو انا حاسس وهو حاسس، لكن في حاجه على ارض الواقع لا. الهجوم دايما بمشاعر، لكن امور بتتم على الارض وانتوا بتتصالحوا وبترجعوا تاني مع بعض. بس انت طول الوقت كده ليه؟ انت طول الوقت ليه حزين؟ ليه خايف؟ على فكره عايزه اقول ان في علاقه هنا، او الله اكبر والعزة لله، في علاقات هنا ثلاثيه. في علاقات هنا بنضاف فيها اطراف على وشك ان تبعد. في هنا ناس يا بتنفصل من علاقه وبترتبط ببرج الميزان، يا اما في علاقه مع الميزان هتمشي وهيرتبط بالشخص ده. في خروج طرف ثالث من علاقتك يا ميزان الفتره اللي جايه، انتهاء لطرف ثالث في علاقتك. وانت حاليا دلوقتي في علاقه، يعني انت حاليا في علاقه فيها طرف، والفتره اللي جايه الطرف ده بيبعد. تمام؟ شايفه التواصل بتاع الشخص ده في بعض الاحيان بيكون تقيل بكلام، ممكن يكون هو شويه كلامه بالالغاز، او ممكن مثلا بيخليك تغير في ايه، بيضغطك من كلامه حاجه كده. يا اما هو دايما بتحس ان هو بيقول من غير ما يعمل. يعني انا شايفه علاقه جيده، بس احساسك فيها مش كامل. اكتبوا لي في التعليقات ايه بالظبط فرحتك. يعني زي ايه، انا بفرح بس باجي اكمل الفرحه الاقيها مش كامله، او هو يجي يغير الموازين في لحظه. حد هنا مخليك يعني شويه مش بتعرف تثق فيه، معرفش ليه. بس في حب، في حب، في امور ما بينكوا او ايه بقى اللي معاك بيدور بالظبط يا ميزان؟ غموض النهارده في طاقتك، وشايفه كمان انت نفسك في الاستقرار ده وبتدافع عن حقك وبتقاوم ان انت توصل لده بعلو الانا عندك. او انت بتقول للي حواليك انا هشوف انا عايز ايه الاول، انا هشوف انا ايه اللي انا عايزه الاول، وبعد كده شوف انتوا عايزين ايه. ممكن ده اللي انت بتطالبه في علاقتك العاطفيه، ممكن يكون هو استهلكك الفتره اللي فاتت عاطفيا، حسسك ان الدنيا كويسه وكل حاجه، وفجاه بتغير عليك، فده اللي يمكن قلقك هنا. فانت تقريبا قدامي بتقول انا هشوف احتياجاتي انا ايه الاول، تفاصيل انا عايز ايه الاول، يعمل لي اللي انا عايزه الاول، وبعد كده افكر هو عايز ايه. في حاجه متغيره معاك في القصه دي. فهل الشخص ده معاك الفتره اللي جايه؟ ايوه مكمل، والعلاقه ما بينكم جيده جدا. لو في خصام في صلح، ولو في شيء متغير حرفيا في شخصيته فهو بيعدلها الفتره الجايه. لان انا شايفه اللافرز هنا موجود والستار هنا موجود، فمعنى ذلك ان في بدايه جديده، وفي كمان اسلوب بيتغير، وفي نهايه وبدايه بحب ما بينك انت وهو. فانا شايفه في تواصل لطاقه جديده، وشايفه الحيره اللي كانت بادئه معاك هنا، شايفه ان انت هتنهيها باسلوبك انت هتنهي خوفك وقلقك، وانت اللي هتطمن نفسك بتغيير حاجه هتعملها. في حاجه انت قررت تعملها او واخد طريقك ليها، هتخلي الموضوع ده اكتر من كده ايجابيات. او ممكن هو لما يلاقيك اتغيرت يحسن من اسلوبه، حاجه كده. طيب ايه ماديا معاك هنا؟ شوف يا ميزان، انت تعرضت الفتره اللي فاتت لهلك مصاريف جامده جدا. يعني انا شايفاك يا بزرت في المصاريف، يا اما انت اتحطيت في حدث خلاك صرفت في مصاريف. فانت عندك الفتره اللي جايه وضع مادي الى حد ما، يعني ممكن يكون انت مستني مبلغ مادي يجي يظبط لك الماديات اللي واقعه شويه معاك دي.
يا اما انت جاي لك مبلغ مادي مركون في مكان، في حاجه فيها فلوس جايه لك الفتره اللي جايه، لان الستار برضه جاي لك جنب المال، فانت عندك ماديات افضل، او حل المشكله ماديه بامر رب العالمين، او الشيء المادي اللي شاغلك، شراء بيع، اي حاجه بخصوص شراء بيع او قرار لامر مادي، في حاجه مستني تعديلها، فانت بامر رب العالمين عندك انجاز الفتره اللي جايه. عايزه اقول لك كمان، انت بدات يكون عندك ثقه في نفسك، عرفت قيمه نفسك، فبالتالي هيحبك اكتر. صدقوني كل ما تبقى عندك ثقه في نفسك اكتر، ومول ده داخليا، ما تستناش يعني، ما تستنوش يا ميزان حد يجي يقول لك انت جميل، انت عارف انت جميل. محدش يجي يقول لك انت اسلوبك كويس، او انت انسان شخص تنحب، انت عارف ان انت تتحب. خلي نمو الاحساس بالذات، او عزتك بنفسك، او علو الانا يبقى داخلي. ما تستنوش ان حد يجي يمدحك عشان يقوم ده فيك. خلي اعتزازك بنفسك من جواك. خلي دايما تعرف ان انت شخص فيك مميزات تتحب، فبالتالي اللي هيقرب منك هيحبك على ثقتك في نفسك. تمام؟ فده انا بشجعك عليه يا ميزان، وكمل. والناس اللي ممكن تكون مش عندها الحته دي، بنصحكم بالحته دي. قوموا من نفسكم، انتوا ناس تتحب. ومش معنى ان انت بتطالب ان الامور تكون معاك اكتر وضوح فانت ميزان، انت بتحب كل حاجه مظبوطه، فده حقك. على فكره هو شايفك اكتر منه عقلانيه، الشخص اللي معاك ده هو تقريبا بطيء تقيل مغرور، وشايفك انت اكتر منه حكمه. هو شايفك انت اكتر منه حكمه، فهو يعني هو ممكن يكون بيتعلم منك حاجات، او بيتعلم ازاي منك انه ازاي يحب، ممكن. بس خدوا بالكم هو سوسه شويه. عشان الكارتين دول جنب بعض كده، الناس اللي فاهمه بالطارو كويس قوي عارفين دول معناهم ايه. تمام؟ تمام. هو سوسه يعني يبان ان هو طيب، هو مش طيب. انتوا فاهمين قصدي. تعالوا بينا نشوف الشخص ده عايز يقول ايه. والاول نقول الابراج اللي متاحه مع الميزان. معانا برج الحمل، ومعانا برج الاسد، معانا قوس، مع العذراء، مع الجد، معانا حوت، جوزاء، ميزان زيك، والدلو، مش عارفه انا قلت الدلو ولا ايه. وكمان معانا، بس الابراج دي موجوده، والعقرب. طيب تعالوا نشوف هو عايز يقول ايه بقى توضيحا يعني. برضو شوف الجانب المظلم والجانب المضيء. بيقول لك ما زلت اميل اليك بشكل يائس وسر. بيقول لك علاقه فيها سريه على فكره. كل شيء في حياتي يتغير الان. بيقول لك انا بدات اغير في نفسي، لا احد يعرف هذا، ولكني اشعر باني قلبي محطم بسببك. حاجه انت مأثر عليه الشخص ده جدا بيها يا ميزان. لا استطيع ان انكر مشاعري اتجاهك من بعد الان. بقول لك من بعد اللي حصل ما بيننا، او ما بعد اللي انا عشته معاك، في حاجه جوايا مش عارف خلاص اداريها. كان اليوم الذي سمحت لك فيه بالذهاب كان اصعب يوم بالنسبه لي. بقول لك انت لو حتى انا مبين لك ان انت مش عايزك، او انا بزعلك في بعض الاحيان، فانت لما بتمشي انا ببقى بشايف ان بيبقى يوم صعب. انا اسف حقا لكل الالم اللي لسه بقول لك، لو عملت حاجه في وقت من الاوقات فسامحني. لقد دفعتك بعيدا ولكني خائف من هذه العلاقه. بقول لك انا ممكن في وقت من الاوقات لما كنت ببقى ببعدك وانا خايف على العلاقه ان هي تنتهي. كل مره اراك فيها اقع في عق شخص ده مدمنك يا ميزان. انا اتجاهلك لاني فقط لا استطيع الانفتاح عليك. شخص مش متوازن زي ما انا قلت هنا يعني. عايزه اسحب له كمان 3 كروت، عايزه افهم اكتر شخصيه الشخص ده. اريد ان اتخذ الخطوه اللصوق به. لقد القيت نظره واحده فقط لادرك امامي. طيب عايزه اقول هنا ان ايجابياته قد سلبياته، وده اللي محيرك. تمام؟ ايجابياته قد سلبياته، وده اللي موترك. شويه اوف اون، ولا
يوم بيبوح ويوم ساكت، يوم ظاهر ويوم مختفي، يوم حلو ويوم وحش، ايه الحكايه؟ الشخص ده افعاله الحلوه قد افعاله الوحشه. تمام؟ فانت ده تقريبا انت بتحسسني اوقات ان انا طاير فوق، واوقات تحسسني ان انت بشحت منك العاطفه. ففي هنا شخص يقول لك هو خايف من انك تمشي وانت خايف ان هو يمشي. الامر ده عندك والامر ده عنده، فانتوا هنا اتنين بتتعاملوا مع بعض بحب وبمشاعر وفي قلق في نفس الوقت. وللعلم في اطراف ثالثه معاكوا، وتقريبا الفتره اللي جايه بتمشي. طيب تعالوا نشوف طاقه العلاقه المريبه الغريبه اللي فيها كل حاجه وعكسها ما شاء الله. تعالوا، عشان كده انا قلت لكم في الاول انت هنا في عندك حاجه فيها، ما هو انت ما بتحبش الحاجه اللي مش في مكانها. في هنا للبعض ممكن تكونوا اليومين اللي فاتوا كده زعلتوا بدون سبب، ممكن تكون البعض منكم تم زعل بدون سبب او اتلككتوا البعض على حاجه. ده تقريبا دي طاقه العلاقه، او حصل زعل ملوش اسباب، يعني ايه، استفزتوا بعض، كل واحد زعل من حاجات مش عارفين هو احنا زعلنا ليه اصلا. فاهمين؟ دي طاقه العلاقه. طيب تعالوا نشوف رساله المال ليك ايه. بقول لك تعلم مهارات وزد من تعلماتك، او خد خبره اكتر، خد كورسات في الامر اللي انت فيه، او لو انت مقبل على الامر خد دورات تدريبيه، اقتبس لنفسك معلومات اكتر، حاول تعمل سيرش اكتر على الامر اللي انت داخل عليه لو انت مقبل على حاجه، ولو انت في شغل حاول تنمي مهاراتك. تعالوا نشوف طاقه العين الثالثه عايزه تقول لك ايه. السر الخفي ورا قراءتك يا ميزان، سيعلن الحب عن اهتمام ورومانسيه قريبا، تتيح فرصه لبناء علاقه اقوى الصلابه، علاقه بتوضح. قد تواجه قريبا تحديات تزيد من قلقك، اطلب الدعم من الاشخاص اللي هو الكارت ده تقريبا نزل القوس برضو، يعني بقول لك وقت ما تلاقي نفسك محبط او كده حاول ان انت تكتسب الايجابيات او الدعم من الاشخاص انت بترتاح ليهم، اقعد معاهم واكتسب منهم الدعم، او خد اراء الناس اللي حواليك انت بتثق في رايهم. طيب تعالوا نشوف نصيحه الملائكه ليكوا ايه. الطاقه العامه، بسم الله. 2 نصيحة إن شاء الله. طيب تحيط بك الملائكة المحبة للشفاء، عندك طاقة شفاء الفترة اللي جاية بأمر رب العالمين يا ميزان، وعندك تلاشي الحزن، وعندك كمان وضوح لأمور مهمة، وبقول لك خد وقت من الراحة واستجم. الرسالة التانية، هذا الوقت رائع لتخطي الصعوبات ونهاية أمور، وهيكون عندك وضوح لنفق كبير انت ماشي فيه او نهاية لامور صعبة، توقيت مناسب لحط خطة جديدة. تحلى بالايمان وكن صبور، وعندك تيسير لامور بشكل جميل جدا. ابشر ابشر يا ميزان. خدوا بالكم محتاجين شوية دعم كده، اقعدوا مع ناس تسمعكم كلام ايجابي، او حاولوا تغيروا جو، او اقعد مع حد بتحبه، مش شرط الحبيب، ها، اقعد مع حد من اصدقائك اللي انت بترتاح في وجودهم، اسمع للناس اللي حواليك، اقعد مع باباك، اقعد مع مامتك، اقعد مع حد تحس يعني اقتبس منه شويه كده حنان، حب، امان، حاجه كده. تمام؟ تعالوا نشوف طاقه كروت توقيتات، وحط في بالك حاجه، يلا يا ميزان نسحب عليها كارت توقيت، ونشوف من باب البشاره الرساله بتقول لك ايه. بسم الله. قريبا جدا عندك حاجه في القريب العاجل بتتم، طبعا الحاجه اللي انت حطيت بالها عليك، او انت حطيت بالك فيها، فان شاء الله قريبا جدا هتتم معاك يا ميزان. تعالوا بينا نشوف طاقه الملائكه وعايزه تقول لنا ايه بخصوص علاقتك العاطفيه. يلا بينا يا ميزان، يا رب تكون بشاره خير ليك. بسم الله. دع قلبك وروحك يغني بفرح وسعادة يا ميزان.
عندك اجواء حلوه جدا مع الشخص اللي في بالك، وده تقريبا قريبا جدا، يا مقابله يا صلح، هتعيشوا اجواء حلوه مع بعض بامر رب العالمين. الناس المنفصله في رجوع، الناس اللي فيها زعل في ان شاء الله الفتره اللي جايه صلح. ابشر بخصوص علاقتك العاطفيه فيها ازدهار، وابشر يا ميزان. كنتم في قناه جوجو تاروت، نورتوني.